السلام عليكم. يوم جديد وحلقة جديدة ان شاء الله. هنعمل مع بعض المولتن كيك بطريقة سهلة. يلا بينا على بركة الله. عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة المولتن كيك بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة هننزل بيها عدد 2 بيضة، بعد كده ظرف الفانيليا الجميل، بعد كده رشة الملح البركة. هنستمر في التقليب لمدة نص دقيقة. موضوع سهل وبسيط. هننزل بكوب الا ربع سكر. بسم الله. بنقلب كويس جدا. طبعا بعد ما نزلنا بالبيض والسكر والفانيليا ورشة الملح، هننزل بالزيت كده تدريجيا مع التقليب. بسم الله. هنجيب الدقيق مع الكاكاو بتاعتنا، يعني 2 كوباية دقيق ونص كوباية كاكاو خام، بننخله مع بعضيه. بعد الدقيق هننزل بالبيكنج باودر، بعد كده هننزل بكل ده الجاف على السائل ونبتدي نقلب فيه. يبقى شكل الخليط النهائي زي ما حضراتكم شايفين كده، حاجة جميلة جدا حبيبي يا رسول الله. بعد كده بنجيب احنا الفرم الجميلة دي، وبنبتدي طبعا الفرم دي في منها 3 مقاسات، في اللي هي مقاس ال8 وفي مقاس ال11 وفي مقاس ال14. فانا بشتغل على المقاس الوسط. باجي كده من الجناب وبلمع زبده كده سايحه عشان خاطر ينزل معانا بسهوله. بعد ما عملنا الفرم يا حضرات، ده اختياري، في دقيق وفي كاكاو. انا احب احط كاكاو ليه؟ عشان يبقى اللون بتاعي جميل وشكله زي الفل. وهناخد اللي في الفرمه دي نروح مقلبينهم في ال4 فرم دول كده زي ما حضراتكم شايفين. لازم اعمل لها كفر كده كاكاو من جوه. ما انتهينا من تقفيل الفرم بنعبيها كده بالطريقه دي كده لحد نصها او اعلى من النص شويه زي ما حضراتكم شايفين. الموضوع كله قدام حضراتكم. اهم حاجه المقاس يكون واحد في كل الفرم. والقمر ده يا جماعه المولتن عمل معانا 4 فرم زي القمر. عندهم الفرن على درجه حراره من 180 ل 200 على السلك الوسطاني. هيقعدوا معانا من 5 دقايق ل 6 دقايق بالظبط، وهنخرجهم وهننتظر مع بعض السوا. المولتن كيك من الفرن زي ما حضراتكم شايفين خد معانا 7 دقايق سوا. طب احنا هنيجي النهارده نعمل عليه تيست ازاي؟ هننزل احنا عود التوزبيكس كده من الجناب، طلع نضيف يبقى النتيجه تمام. هنيجي ننزله بقى كده من النص. بسم الله. هيطلع بالشكل ده، هو ده النتيجه الصح. عشان خاطر لما بنحطه في الميكروويف بعد ما نيجي نقدمه ونقطعه، لازم الصوص اللي جوه اللي هو بينزل منه بيبقى الشكل الصوص اللي زي حضراتكم شايفينه. بصوا العود الخل اتعاص ازاي كده، نتيجه ناجحه. طب نيجي من على الجناب نحط العود الخل. بسم الله. طلع ابيض زي الفل اهو. يبقى اهم حاجه يستوي مني من الجناب ومن فوق ومن تحت، ويبقى النتيجه لما نيجي نحط فيه عيد الخله كده ونطلعه يديني الصوص بتاعه. هو دي النتيجه الناجحه، وان شاء الله انتظروا ونغرفه مع بعض. طبعا دي كانت نهايه وصفتنا، نهايه حلقتنا المولتن كيك. مولتن ال10 دقايق عملناه بطريقه سهله جدا جدا. واستسمح حضراتكم اللي ما اشتركش في القناه، انا بستسمحه يشترك. ويا ريت نعمل كومنت لاي حاجه سيادتكم عايزينها، ونعمل لايك وشير لكل فيديو عشان نكبر القناه والناس كلها تستفيد. ودي كانت نهايه وصفتنا، وانتظروني في الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.